الحلقة الماضية يا شيخ شاوي أنت قلت يعني انتقلت من دين إلى دين، تقصد دين السنة لدين الشيعة؟ أختم بها الحلقة بالأمس، هي مسجلة عليك. يعني هو لو نشرح هذا ممكن نشرحه، بس ما عادش وقت. لا معك دقيقة ما عادش وقت. يعني. اتفضل. يعني لما يقال أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له وهل من تائب فأتوب عليه. ينزل يعني إيه؟ يعني إيه ينزل؟ يعني كان في مكان وخلى منه هذا المكان وشغله مكان آخر وهذا كفر. يعني من قال لحظة وهذا كفر. من قال وهو ده بقول لك هذا الدين السنة أهو. يعني هذه عقيدة السنة أن الله يحويه مكان يعني ونزل وينزل ويخرج وله يدان وله هذا الكلام لا نؤمن به تماما. والحمد لله الذي هدانا وبعدنا عن هذا الكلام. هذا ما أقصده. هذا ما أقصده. يعني دين السنة غير دين الشيعة. يرسل ملكا فينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه. لكن ينزل سبحانه وتعالى ويطلع ما عندناش الكلام. ما فيش الكلام. ينزل بلاش. وإذا صحت هذه الرواية هذه ما نقصده. وإذا صحت الرواية على المعصوم. طب الرواية دي لو صحت على المعصوم ماذا تقول فيها؟ تقبل بها؟ تقبل إيه؟ الرواية هذه أن الله ينزل؟ ينزل. لا أتحداك أن يحصل حاجة زي كده. يعني ما يقول أهل البيت بالنزول. ما فيش نزول ولا موجود. أنا أثبت لك من البحار الأنوار أنها موجودة. النزول موجود. في بحار الأنوار موجود النزول. ما فيش نزول ولا في حاجة موجود. عندك الحديث يا شيخنا ولا بكرة؟ لا غدا أنا أثبت له. طيب. النزول أنه تحول من السنة إلى الشيعة بسبب حديث. مهمة دي شيخ. حديث وهو أن قال من دين إلى دين. عند أهل السنة من دين إلى دين. يوجد عندهم حديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا. أما الشيعة لا يوجد عندهم ذلك. طيب سؤال يا إخوة، أنا والله متحير. إذا وجد فعلا حديث النزول موجود عند الشيعة الاثنى عشرية وين سيتحول؟ أنا أنصح يذهب إلى البوذية. ما يوجد عندهم هذا الحديث. أنا أنصح يذهب إلى البوذية. أظن رد بقى. لما يجيب لك الحديث إن اللي حصل امبارح يتكرر تاني. هيجيب لك الحديث. هيجيب لك الحديث. ما ينفعش كلام. هو امبارح فرق بين الاحاديث موجودة وعقيدتكم اللي انتم بتعتقدوا بيها. يا أخي شاوي شوف لا هات لي لا تنفعني يا شوقي لا تنفعني. هو ما ينفعش كن علميا. ما ينفعش علميا. الوقت امامك امامي زي امبارح. احنا بدأنا و10. بص انا اقرر من يتكلم ولا يتكلم. انا الوقت بدأ 10. الوقت بدأ 10 يا شيخ شاوي. الوقت بدأ 10. لو الشيخ خالد قاعد يتكلم، لو الشيخ خالد قاعد نص ساعة يتكلم، لو الشيخ خالد قاعد هديك نص ساعة برضه. هو قال لك الشيخ خالد بالامس لو كان المعصوم قد قال هذا الحديث ماذا تقول؟ فأتى لك بالدليل. اتفضل يا شيخ. إذا نأتي هل هذا الحديث موجود عندهم أو لا؟ لأنه قال أمس بالحرف الواحد. قال لأنه بين موجود وفرق إنك تعتقده. نسمع وبعدين سجل ملاحظاتك لك الوقت كله يعني. اتفضل. فوجدنا الحديث. امبارح تقول الحلقة وتقول لي لك الوقت كله موجود والسنة المشاهدين شايفين وسامعين إن ما كانش امبارح خالص. فهل صاحبنا معنا إلى ما شاء الله. هذا كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي. وسائل الشيعة للحر العاملي. الجزء السابع. أحد الكتب الثمانية المعتمدة. طيب ماذا يقول فيه؟ يقول عن أبي عبد الله. ثم قال فإن ربك ينزل في أول ليلة الجمعة إلى السماء الدنيا يضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات. إذا هذا من كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. طيب من كتاب الكافي للكليني أصول الكافي المجلد الأول. ده المعروض على المهدي ده. طيب أيوه. نعم. قال كتبت إلى أبي الحسن علي بن محمد جعلني الله فداك يا سيدي قد روي لنا أن الله في موضع دون موضع على العرش استوى وأنه ينزل كل ليلة في النصف الأخير من الليل إلى السماء الدنيا وروي أنه ينزل عشية عرفة ثم يرجع. فقال بعض مواليك في ذلك إذا كان موضع دون موضع فلا يلاقيه الهواء ويتكنف عليه والهواء جسم رقيق يتكنف على كل شيء بقدره فكيف يتكنف عليه جل ثناؤه على هذا المثال؟ ماذا قال الإمام؟ هذا السؤال وجه إلى الإمام. نعم المعصوم. فوقع علم ذلك عنده. علم ذلك عند الله. أنت تؤمن بذلك ترجع ذلك إلى الله وهو المقدر له بما أحسن تقدير. واعلم أنه إذا كان في السماء الدنيا فهو كما هو على العرش. كما هو على العرش. إذن هذا في كتاب أصول الكافي. طيب نأتي إلى فروع الكافي. إلى فروع الكافي.
هذا فروع الكافي المجلد الثالث. يقول في فروع الكافي المجلد الثالث رواية رقم 6، يقول فيه: فإن ربك، هذا عن أبي عبد الله، فإن ربك ينزل في أول ليلة الجمعة إلى السماء الدنيا فيضاعف فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات. إذا الذي أريده الآن، أين سينتقل شوقي؟ هو انتقل من السنة إلى الشيعة بسبب هذا الحديث. بلاش تطول، خليك لا لا، ده كلام علمي يا شيخاوي، والله كلام علمي. أين سينتقل؟ بعد إذا كنت أنا ما انتهيت من كلامي يا أخي شيخاوي. أنت قلت أنك انتقلت من دين إلى دين. بص، أنت قلت انتقلت، يعني اشمعنى دي اللي هترد عليا؟ ما تسيبني أرد عليك. لا، أنا هديك الوقت كله، يعني أي احنا دلوقتي بدأنا من 10، لو قعدنا